وزير. ازيك يا محمد؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا حبيبنا، كله بخير. الدنيا عندي هنا مقلوبه، والعملاء كلها بتسالني عن المشاريع والعروض الجديده والاراضي اللي بدون مقدم والتقسيط على 10 سنين والعوائد اللي بتوصل ل 60%. الكلام ده بجد؟ واكتر من كده كمان طبعا. لا انا لازم اجي لك. اقابلك فين؟ على الزراعيه بقى. على الزراعيه. طب انا جاي لك. يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ هشام، الحمد لله على السلامه. حبيبي عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله على السلامه يا استاذ هشام. النهارده الله يسلمك يا استاذ محمد، تشرفنا بيك يا حبيبي. هو جايبين لك ليمونه اهو، ايوه عاملين حسابنا هو جه في وقته علشان تبقى هو جه مروق في وقته. خالص. اشكرك يا استاذ محمد. شكرا عباس. شكرا تسلم لحضرتك. ايدك. الساده المشاهدين والمستمعين، اهلا بيكم في الجزء الاول من بودكاست على الزراعيه. ومعانا النهارده الاستاذ محمد حسين، بنتشرف بيه. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بيك يا استاذ هشام. النهارده اسمح لي هرخم عليك واسهرك، لان جاي لك باسئله كتير لعملائنا عن الاستثمار الزراعي. تحت امرك طبعا يا استاذ هشام، ونتمنى ان احنا نفيد اللي هيشوفنا او يسمعنا النهارده ومهتم بالاستثمار الزراعي. قبل ما اسالك عن الاستثمار الزراعي، وحابب اعرف الاول، انت بقالك كام سنه في المجال ده يا استاذ محمد؟ 9 سنين. ياه، مش كتير قوي. ما زهقتش؟ لا ما زهقتش بصراحه، لان في عوامل كتير جدا شجعتني اكمل في المجال ده. لان اول شيء طبعا احنا عيله زراعيه ومحبين جدا للزراعه، وكل شيء اخضر جميل. يعني المجال الزراعي كله خيرات وكله خير وكله استثمارات في الوقت الحالي وفي المستقبل كويسه جدا. وطبعا في عوامل اكيد بتشجع ان انا اكمل في المجال ده، خصوصا لما بيكون في اداره كويسه في الشركه، في رئيس مجلس اداره بيقود الشركه وعنده رؤيه وعنده هدف، فده طبعا يخليني ان انا مش هكمل 9 سنين بس، هكمل طول العمر ان شاء الله يعني. ايه اكبر مشكله واجهتك في خلال السنين دي مع العملاء؟ اكتر مشكله هو كان في عندنا 600 فدان اتسحبوا من الجيش. كتير جدا. لا، و600 فدان مباني، فاحنا بنتكلم في مليارات، فموضوع طبعا يخض ويجيب سكته قلبيه لاي حد. ولكن الحمد لله اللي حصل ساعتها ان تم تعويضنا بنفس المساحه في موقع اميز في نفس السنه. يعني الموضوع حتى ساعتها الحمد لله ما طولش، لان احنا طبعا طالما معاك اوراق سليمه للارض، فزي ما بنقول كده حقك مش هيضيع. فالحمد لله تعوضنا بنفس السنه في ارض اميز، والحمد لله الارض دي موجوده دلوقتي، وطبعا سعر المتر فيها برقم كويس جدا. فدي طبعا عملت ازمه من الوقت، بس الحمد لله ما كملتش كتير. اتذكر برضو مره تانية كنا الكلام ده قديم، يعني بقى له حوالي اكتر من 10 سنين. من ضمن يعني بقول لك المشاكل الكبيره فعلا اللي واجهتنا، ان احنا كنا زارعين محصول الرمان بغرض التصدير. رمان امريكي، لو انت فاكر احنا كنا طبعا مصر دايما بتشتهر بزراعه الرمان وتصدير الرمان، فاحنا زرعنا رمان وقلنا نصدر. طبعا في اقدار وفي ظروف انت بتبقى خارجه عن ارادتك، واللي حصل ساعتها ان التصدير قفل. يا خبر، وعملتوا ايه يا استاذ محمد؟ تعرضنا لخسائر ساعتها، ولكن الحمد لله برضو يعني ربنا عوضنا خير، وزرعنا محصول تاني اللي هو محصول الزيتون، وانشأنا مصنع، والحمد لله عوضنا خسائرنا بمكسب. وكان الحمد لله يعني ربنا عوضنا عوض كبير جدا، لان انت اكيد لاحظت الكام سنه اللي احنا فيهم دول الزيتون ما شاء الله محصول مربح وبقى بيتصدر. ومصر يعتبر من الدول الكبرى المصدره للزيتون بعد طبعا التغيرات المناخيه اللي حصلت في اوروبا. فالحمد لله يعني ربنا كرم وعوض بعديها طبعا الخسائر اللي حصلت. فدي كانت من ضمن المشاكل اللي حصلت خلال السنين اللي فاتت برضه. يعني فعلا الزراعه بتكسب يا استاذ محمد؟ طبعا الزراعه بتكسب. يعني ممكن لو حد اشترى ارض يكسب من الاثنين؟ طبعا، وده موجود فعلا ارض الواقع وحصل معانا كتير. بيكسب من قيمه الارض ومن الانتاج. من الانتاج بالظبط. صح كده؟ مظبوط. طب قول لي مثال على ارض الواقع. مثال على ارض الواقع اتحقق فيه الاستفاده من الزراعه وقيمه الارض. تمام. عندنا طريق مصر اسكندريه الصحراوي. طريق مصر اسكندريه الصحراوي معروف طبعا من زمان ان هي منطقه مزارع، وما شاء الله فيها خيرات كتيره جدا سواء اشجار خضار، وطبعا في عوامل حققت ده، ضمنها الميه المناخ التربه كويسه جدا في الطريق ده، طريق مصر اسكندريه الصحراوي. فطبعا ده طريق حقق مكاسب كبيره جدا، او المنطقه دي حققت مكاسب كبيره جدا بالنسبه للزراعه، وفي نفس الوقت حققت مكاسب كبيره من قيمه الارض اللي في تزايد مستمر. وده طبعا لان طريق مصر اسكندريه الصحراوي الفتره اللي فاتت زي ما حضرتك متابع الاخبار ان هو دخل امتداد عمراني. فطبعا قيمه الارض ما شاء الله زادت، بنتكلم في اكتر من 5 اضعاف، بالاضافه لمكسب الزراعه نفسها اللي ما زال موجود. دي حاجه جميله جدا طبعا. حضرتك النهارده لما اكون انا واخد ارض زراعيه وهدفي كله ان هي زراعي، وفجاه تخش في كوريدور مباني وتبقى هيئه مجتمعات عمرانيه، طبعا ده مكسب رائع. ناس كتيره جدا يعني كانت شاريه على سن هو مكان زراعي عادي جدا،
ما كانتش باصه لحته المستقبل، ولكن تفاجئوا بالتطور العمراني اللي حصل في المكان وزياده بقى سعر الارض ومستقبله، اللي يعني اكيد في ناس بتسمعنا وبتشوفنا دلوقتي مر بالتجربه ديت، وكانت تجربه طبعا ممتازه جدا وما زالت مستمره طبعا. ما فكرتش انك تشتري او تستثمر لنفسك بما ان الموضوع ده مربح؟ اكيد، وعملت ده مرتين. اول مره كانت لوالدي. اوبا، لوالدك؟ اوبا، لا احكي لنا بقى. هحكي لك لنا قصه غريبه شويه. احنا كنا في 2016 كان عندنا مشروع جديد في امتداد مدينه الشيخ زايد. تمام. فكان المكان ده طبعا ليه مستقبل، لان كان لسه محور الضبع ما اتعملش. فانا كنت شايف ان دي فرصه كويسه كاستثمار، وكان ساعتها سعر الفدان تقريبا ما كانش هيتعدى ال 100,000 جنيه. فوالدي بطبيعته ان هو بيستثمر في العقارات، فعرضت عليه الفرصه واقنعته ان هو ننزل نبص على الارض، ونزلنا بالفعل. افتكر ساعتها ان احنا كنا يعني قبل ما نوصل للمشروع فمشينا مسافه طويله شويه، والطريق ما كانش ممهد. فهو لقيته بيقول لي احنا هنوصل ليبيا امتى، وبيضحك وبيتريق. فبس ما كانش هنا بقى مشكله. المشكله ان احنا اول ما وصلنا لقيته اتعصب جدا واتصدم، وقال لي انت جايبني فين؟ انت ايه المكان ده اللي ملوش معالم ولا ليه طريق؟ واقنعته ان هو يشتري فعلا؟ واقنعته واشترى بالفعل الحمد لله. يمكن كمان بعد ما اشترى بعديها بسنه ونص بالظبط الارض الحمد لله جابت لنا. كان ساعتها بقى محور الضبع اتعمل بالفعل، والطريق اللي هو كان شايف ان هو بعيد مجرد ما بقى اسفلت بقى في 5 دقايق من الشيخ زايد بنوصل له. والمشروع توسع وما فتحنا مراحل جديده، فبالتالي الاسعار زادت. بعديها بالظبط بسنه و3 شهور هو حب يجرب بالمكسب، فقال لي تعالى نبيع نص الارض. قلت له ساعتها نص الارض الحمد لله بضعف السعر اللي هو كان شاري بيه ساعتها. وموجودين الفدان ونص دلوقتي دخلوا طبعا مدينه سفنكس الجديده، ما شاء الله ما شاء الله. وبقى ليهم وضع وبقى ليهم شأن الحمد لله كويس جدا، وان شاء الله قريب بقى نبني فيهم يعني. فالحمد لله كل كلمه ساعتها انا قلتها له الحمد لله، وما اتطردتش من البيت طبعا، اهم حاجه بعديها. طب انت اقنعت الوالد واشترى، طب انت اشتريت حاجه لنفسك؟ الفترة اللي فاتت حزام الأخضر لمدينة سفنكس، إنه يعتبر مكان واعد وليه مستقبل، وإحنا خلاص مرينا بتجربة مدينة سفنكس. فالحزام الأخضر لمدينة سفنكس إن شاء الله برضو يعني هيمر بنفس التجربة إن شاء الله بإذن الله يعني. طيب أنا عايز أسألك سؤال، إيه الأماكن اللي بتكسب من الزراعة نفسها، وإزاي أي حد يقدر يحقق ده؟ هو سؤال ليه إجابات كتير. أنت علشان تنجح في أرض زراعية مطلوب منك عدة عوامل وخطوات معينة علشان تضمن نجاح زراعتك. تمام. اول حاجه طبعا مكان اللي انت بتختاره لازم يكون مكان مؤهل للزراعه دي، من حيث التربه، الميه، المرافق، طريقه الوصول للموقع نفسها، الاوراق القانونيه، ده شيء مهم جدا. والاهم من كل بقى ده، وده دايما اللي بيفرق ما بين مستثمر ناجح في الزراعه او لا قدر الله ممكن يفشل، هو طبعا الاداره والتخطيط. الاداره والتخطيط هم يعتبر اساس استمرار اي مشروع زراعي ناجح. من وجهة نظرك انت شايف ان في ناس كتيرة جدا اتجهت للاستثمار الزراعي وتركت الاستثمار العقاري والاستثمار في الذهب وفي الدولار، شايف ايه حضرتك التوجه ده؟ والله شايف التوجه دايما استاذ هشام بيبدا من الدوله. تمام. توجه اي استثمار امن بيبدا من الدوله. المتغيرات اللي احنا شفناها خلال السنين اللي فاتت، متغيرات في اسعار الدولار، متغيرات في اسعار الذهب، ففي حاله من عدم الاستقرار شويه. وطبعا العقارات بتمر في الفتره الحاليه بفقاعه عقاريه وتضخم في الاسعار. اتجه ناس كتير اتجهت للاستثمار الزراعي، لان هي لقت فعلا ان الدوله بتدعم الاقتصاد ده، حاجه مهمه جدا. تاني حاجه ان احنا داخلين على فتره مهمه جدا في تاريخ مصر، ان احنا طبعا متابعين الظروف المناخيه اللي في الدول المجاوره والمحيطه وفي الدول الاوروبيه، في تاثير على الغذاء بمعنى اصح والمحاصيل. فهنا دور مصر الفتره اللي جايه كبير جدا، لان الحمد لله عندها موارد، عندها عوامل مؤثره وعوامل بشريه مهمه جدا تقدر ان هي تساعد الدوله ان هي تكون سله غذاء العالم ان شاء الله السنين اللي جايه. وعندنا الموارد وعندنا الخصائص، عندنا كل بمعنى اصح مقومات النجاح. وطبعا زي ما قلنا ان في دعم من الدوله، فليه انا ما استثمرش في الزراعه؟ الاستثمار الزراعي دلوقتي بقى ضروره مش رفاهيه، وبقينا كلنا في احتياج ان احنا نمتلك اراضي زراعيه وان احنا ننتج ونزرع ونعمر. ده غير طبعا الاستثمار الزراعي دلوقتي ان انت تقدر اقل مبلغ اللي انت تشارك في الاستثمار الزراعي او ان تبدا مشروعك او تمتلك ارضك باقل الامكانيات. فاكيد ده برضو بيرجح كفه الاستثمار الزراعي عن الاستثمارات الحاليه المطروحه في السوق طبعا. حلو قوي الكلام ده. اسمح لي بقى اسالك سؤال مهم جدا، في ناس كتيره متخوفه من الدوله في عمليه سحب الاراضي وعدم الترفيق، ممكن توضح لي الموضوع ده؟ والله احنا شايفين على ارض الواقع كلام عكس ده، وده مش كلام انشا. الكلام ده على ارض الواقع بقاله اكتر من سنه، من اول ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي. اول ملف واهم ملف بالنسبه له هو ملف الزراعه. اول حاجه تم البدء فيها طبعا هي المحاور وشبكه الطرق القوميه. الطرق دي في ناس كتيره تجهل قيمتها، احنا اكتر تمام. ناس عارفين
قيمتها لان احنا اكتر ناس استفدنا من شبكه الطرق دي. يكفي ان هي فتحت مدن جديد للزراعه ومساحات كتيره للاستصلاح. اقربهم او اول محور اتعمل اللي هو محور الضبعه، ده كان شريان حياه في الصحراء الغربيه، ودلوقتي فضل جهود الدوله ان هي بتستصلح وبتزرع 2.5 مليون فدان على جانبي محور الضبعه. فازاي الدوله بتهاجم وازاي ان هي بتدعم بالشكل ده من شبكه الطرق. مش شبكه الطرق كمان بس، احنا بنتكلم في شبكه نقل جديده بتتعمل، من ضمنها القطر الكهربائي السريع اللي هو هيكون نقل للبضائع ونقل للركاب الاثنين مع بعض، وبيربط شمال مصر بجنوب مصر. فدي نقط مهمه جدا لدعم الزراعه. ده غير طبعا المشاريع القوميه اللي بتتنفذ وبتدعمها الدوله، زي مشروع مستقبل مصر، مشروع 1.5 مليون فدان راحوا شركه الريف المصري لشباب مصر في اكتر من مكان. وطبعا الدعم هنا ما بيكونش اراضي بس يا استاذ هشام، يعني انت تخيل انك بتاخد ارض باقل مقدم، اطول فتره تقسيط من الدوله كتشجيع ان احنا فعلا نزرع، واللي عايز يشتغل يزرع فعلا ويعمر. ده غير كمان ان هي بتقدم لك الدعم الارشادي ده من ناحيه. يعني معنى كده يا استاذ محمد ان النهارده انا كمواطن عايز اشتري قطعه ارض، الدوله بتوفر لي كل اساليب الراحه ان انا اقدر انمي قطعه الارض دي، صح كده ولا ايه رايك؟ واكتر من كده كمان، يمكن احنا كان لنا تجربه على ارض الواقع. احنا كشركه احنا من الناس اللي استفادت بمبادره 1.5 مليون فدان، والحمد لله تملكنا حوالي 1500 فدان في غرب المنيا. وما شاء الله دلوقتي الزروعين باشجار الزيتون، يمكن السنه دي اول طرح ليهم. فاحنا شفنا ده على ارض الواقع، شفنا دعم من الدوله وشركه الريف المصري سواء على ارض الواقع او بالارشادات بالاستشارات كمان الزراعيه. فالدوله بتقوم بمجهود كبير جدا في قطاع الزراعه، لان المستقبل كله زراعي. المستقبل الزراعي بقى مهم جدا، لان احنا طبعا استاذ هشام حضرتك عارف ان احنا عندنا فجوه في ميزان العجز التجاري. دليل برضو على كلامي ان هي ما كانتش شجعت رجال الاعمال الفتره اللي فاتت. أيوة. والمستثمرين على الدخول في القطاع الزراعي. وكان اخرهم وكلنا شفنا اللقاء لرجل الاعمال احمد ابو هشيمه، ان هو قال الدوله دعمتني ووجهتني ان انا استثمر في القطاع الزراعي، خصوصا في التصنيع الزراعي، لان في فجوه طبعا في ميزان العجز التجاري عندنا. العجز ده حوالي 60 مليار. احنا قدامنا مستقبل في الزراعه كويس جدا، ولكن هو طبعا دايما احنا بنقول اللي بيدور على الفرصه بيلاقيها. انا شايف طبعا ان الدوله ما بتدخرش جهد في دعم القطاع الزراعي. تمام. يعني معنى كده حضرتك يا استاذ محمد ان في بعض رجال الاعمال بدا توجههم للاستثمار الزراعي، حقيقي فعلا. ودي حاجه كويسه طبعا كلام حضرتك. انا كراجل مواطن عايز اخش اشتري حته ارض، هل انا باخد ارض فاضيه وابدا انا اسس، ولا في بقى شركات ممكن تقوم بترتيب الاراضي دي رعايتها؟ هو في الوقت الحالي متاح ومتاح بشكل كبير جدا، لان خلاص الناس ايقنت ان ضروره المشاركه في الاستثمار الزراعي مهم جدا، خصوصا الاستثمار التشاركي. وده طبعا كان ليه عده عوامل، من ضمنها طبعا التضخم وارتفاع التكاليف. احنا دلوقتي في مرحله ان علشان نحقق استثمار زراعي ناجح لازم نتحد ولازم نتشارك مع بعض، لان احنا عندنا دلوقتي 3 اضلاع مهمين جدا لاستمرار الاستثمار الزراعي بشكل ناجح. تمام. وهي طبعا الايدي العامله والفلاحين والمزارعين، ده جزء كبير جدا مهم جدا. وتاني ضلع اللي احنا بنقول عليه الاداره، أيوة. وهنا بيجي دور الشركات بقى المتخصصه بالادارات المحترفه. وتالت ضلع وهو طبعا برضو مهم جدا لكل اهميه عن الضلع الاولاني والتاني، وهو طبعا ضلع المستثمرين اللي هم صحاب رؤوس الاموال. فده كده يعتبر المثلث اللي من خلاله تقدر ان انت تنجح في المجال الزراعي طبعا. وده بسبب ارتفاع التكاليف في الزراعه، ان في فلاحين كتير او في مزارعين كتير لما التكلفه زادت عليهم فبقوا يضطروا ان هم ما بيزرعوش المساحه كامله. ده طبعا عوضناه بالشراكات بحيث ان احنا نزود المساحات المزروعه مش تقل. طب شايف ايه اللي ممكن ينجح مستثمر زراعي في مجال الاستثمار الزراعي، تمام، وما ينجحش مستثمر تاني؟ والله بالنسبه اللي احنا شفناه في السوق الزراعي ان فعلا في مثلا مستثمرين او شركات بتكمل وفي شركات ما بتكملش، وده يرجع طبعا لاهم 3 نقط: التخطيط والاداره. وفي بقى نقطه مهمه جدا دي فعلا بتفرق ما بين مستثمر والتاني، هي التكنولوجيا. يعني التكنولوجيا مهمه حتى في الزراعه يا استاذ محمد؟ طبعا يا استاذ هشام، يعني ده في دول دلوقتي بتتقدم في الزراعه على الرغم من الموارد الطبيعيه والبشريه عندها قليله، ولكن تمتلك التكنولوجيا، تمتلك النو هاو. فاحنا عندنا في مصر التكنولوجيا بتفرق كتير جدا في الزراعه، وهتفرق السنين الجايه، لان زي ما حضرتك عارف ان احنا داخلين على ازمه نقص ميه، بنحاول نرشد الاستهلاك. فهنا بيجي دور التكنولوجيا، انت تستخدم طبعا وسائل حديثه في الري، تستخدم وسائل حديثه في الاداره. دلوقتي بقى في نموذج السمارت فارم، ودي من الحاجات اللي احنا بنقدمها
بنقدمها يعني بالمناسبه. انت تقدر تدير مزرعتك وتشوفها وتراقبها، تديرها بشكل كامل خلال ده حقيقي إن ابلكيشن. انا ممكن تقدر ان وانا قاعد انت يعني كده في بيتي ادير مزرعتي وتفتح المحابس وافتح وتقفل المحابس. المحابس وتشغل الكاميرا وتشوف دي مزرعتك حاجه جميله جدا. اولا بتوفر طبعا تكلفه كبيره جدا للعنصر البشري والعامل البشري. استاذ محمد، دي بالفعل موجوده عندنا؟ موجوده بالفعل، وده سبب من اسباب نجاح شركات او مستثمرين كتير في مجال الزراعه، لان انت لما بتستخدم التكنولوجيا بشكل كويس في الزراعه او بشكل محترف في الزراعه، ده طبعا بيؤدي لمكاسب كبيره جدا سواء في الانتاج والمحصول وفي الجمع كمان وفي التصدير. التصدير دلوقتي معظمه تكنولوجيا. انت لو ما عندكش التكنولوجيا مش هتقدر ان انت توصل لمصدرين، مش هتقدر توصل للبلاد الخارجيه اللي انت هتصدر لها والموردين. من وجهه نظرك يا استاذ محمد، شايف مستقبل مصر في الزراعه رايح فين؟ والله أنا شايف إن مصر ليها مستقبل كبير جدا إن شاء الله على مدار السنين اللي جاية في المجال الزراعي. بالفعل إحنا مصر بتحتل المراكز الأولى في الزراعات والتصدير ومحاصيل مهمة جدا، زي مثلا البصل. مصر رقم 1 في إنتاج البصل وتصديره، وعندك محاصيل زي الزيتون، زي البرتقال، زي اليوسفي، زي الفراولة. المحاصيل دي بتتصدر بشكل كبير جدا، ولكن فرصة مصر هنا في التصنيع الزراعي ورفع جودة وكفاءة المنتجات. ده اللي أنا شايفه إن الفترة اللي جاية إن شاء الله لو اشتغلنا عليه بشكل كويس هيفرق معانا كتير جدا، لان احنا عندنا كميات كبيره جدا من المحاصيل ولكن معظمها بيتصدر في شكل خام. فلو احنا اشتغلنا على المحاصيل دي من تصنيع وتصدير طبعا قيمتها بتزيد، وده اللي الحمد لله احنا برضو كشركه بنسعى عليه بقالنا فتره وماشيين على ستيب باي ستيب. وان شاء الله باذن الله يعني هتشوف محاصيلنا بتتصدر لدول اوروبا، وعلى راسها طبعا الطماطم. بما انك ذكرت موضوع الطماطم، ايه موضوع الطماطم اللي قلبت الدنيا المجففه؟ الطماطم المجففه موضوع مش جديد ولا حاجه. الموضوع يعتبر من الاف السنين، من جدودنا كانوا بيزرعوا الطماطم وبيجففوها. مهم. فالحكايه كلها الطماطم المجففه هي نوع معين من الطماطم بيتزرع في مكان معين اللي هو الاقصر تحديدا في اسنا. اشمعنى الاقصر؟ لعوامل كتير جدا تخص سبحان الله المدينه دي عن اي مدينه تانية. اولها طبعا انعدام درجه الرطوبه. المناخ هناك مشمس يعتبر معظم ايام السنه. العوامل الطبيعيه هناك والتربه والمناخ كل دول يساعدوا على زراعه اولا الطماطم، مع طبعا العنصر البشري وتوفره هناك، وعندك ايدي عامله بشكل احترافي فبيحققوا لك نوع زراعه الطماطم، ومن ثم تجفيفها ومن ثم تصديرها. يعني عندهم خبره كمان اساسا في زراعه محصول الطماطم. طبعا اهل الاقصر ناس فلاحين وناس مزارعين من زمان جدا، من ايام القدماء المصريين. وهنا الطماطم المجففه ليه بقى انتشرت الفتره دي؟ لان هي حققت المعادله الصعبه. يعني ايه حققت المعادله الصعبه؟ حققت المعادله الصعبه من ناحيه ان هو محصول استراتيجي عليه طلب كبير جدا سواء في الاسواق داخليا او خارجيا. فمحصول لما بنجففه بنرفع قيمته، يعتبر الدولاريه، لان هو بيتصدر بعد ما بيتجفف وبيتصدر بالدولار. ده من ناحيه اقتصاديه فهو مربح جدا، ومن الناحيه الثانيه وفر فرص عمل مباشره وغير مباشره سواء للمزارعين الفلاحين الشباب الامهات كمان هناك بيشتغلوا في سيدات المجال. كمان مفتوح لهم باب طبعا الرزق رباط وبيشتغلوا. المنزل بيبقى ليهم أكيد بعض دول محترفين الوظائف أوي ودور طبعا يا كبير أستاذ محمد جدا في الطماطم طبعا يعني. خصوصا في عمليه التجفيف او تقطيع الطماطم، لان هي عمليه بسيطه وفي نفس الوقت مصدر رزق كتير من اهالي الاقصر. فهناك متوفره كل عوامل النجاح في زراعه وتجفيف الطماطم، عشان كده احنا اخترنا الاقصر دونا عن غيرها. وسبحان الله يعني دي هبه من عند ربنا طبعا للاقصر، وبلد مليانه خير ما شاء الله كتير. الموضوع نجح جدا كده. انا كمستثمر ابدا ادخل في الموضوع ده ازاي؟ والله تقدر من خلال حاجتين. اول حاجه ان انت تقدر ان انت تشتري ارض هناك، والارض هناك سعرها بيكون منخفض جدا، فسعرها مناسب جدا ان انت تقدر تمتلك ارض وتزرع محصول الطماطم، ونقدر ان احنا ناخد منك انتاج، نشتري منك المحصول. دي اول طريقه العاديه، وان احنا بنكون معاك طبعا بالارشادات الزراعيه من خلال مهندسينا واشرافهم ورعايتهم كمان، وتقديم الاستشارات الزراعيه بشكل محترف. تاني حاجه ان انت لو حبيت تدخل في الزراعه نفسها ومش محتاج ان انت في الحاله دي تشتري ارض، فتقدر ان انت تشارك في المشروع نفسه وتشارك في الزراعه. بيبقى بالنسبه لك ان انت شاركت في مشروع قائم بالفعل، حقق لك طبعا ارباح وعوائد كويسه جدا تعتبر بشكل شهري كمان بتستلمها. وايه هي الزراعه التشاركيه دي يا استاذ محمد؟ الزراعه التشاركيه تعتبر عمليه دمج ما بين الاداره المحترفه والايدي العامله، ما بين راس المال او توفر راس المال، بنوفر العماله، بنوفر المهندسين، بنوفر الاشراف، بنوفر الرعايه الكامله، ممتاز. بنوفر شراء المحصول، بنوفر طبعا التسويق للخارج. وفي المقابل الناحيه الثانيه طبعا بيكون مشارك معانا صاحب راس المال. فهنا انا بحقق المعادله الصعبه، او هنا انا بحقق الاستفاده للطرفين
من ناحية أنا بوفر مساحات منزرعة جديدة كل يوم، وبنزود المساحة المزروعة بشكل كبير جدا من غير ما نقسمها، علشان طبعا نعوض الأراضي اللي تم تبويرها أو تم البناء عليها، ونضيف مساحات منزرعة جديدة. ايوه. وهدفنا ان شاء الله ان احنا السنه دي نزود حوالي 2000 فدان لمحصول الطماطم، اللي طبعا نامل ان هم يحلوا ولو جزء من الفجوه الغذائيه وازمه الغذاء طبعا والبلاد كلها بتمر بيها الفتره دي. ومعانا فقره سين سؤال وجواب كده. احنا هنخش في اسئله العملاء. توكلنا على الله. اول سؤال جالي من الاستاذ حسن: لو هتشتري لنفسك هتختار مشروع ايه من مشاريع الشركه؟ هو ده اكتر سؤال تقريبا برضه انا كمان بتساله. احنا مبدئيا الحمد لله في الفتره الحاليه بنقدم مشاريع كتيره ومتنوعه وتلبي دايما احتياجات العملاء، فانا دايما ردي على السؤال ده ان على حسب اولوياتك او احتياجاتك. تمام. ممكن يكون انت في احتياج لمزرعه تبني فيها بيت زي ما بنقول كده للعيله، وتكون في مكان قريب، فانت بالتالي بتحقق او ان انت هنا بتستفاد بالقيمه الزراعيه للارض وبالمستقبل السكني. وفي الحاله دي مثلا بنصح بالشراء في طريق مصر اسكندريه الصحراوي، تمام. لان هو مكان طبعا زراعي ومستقبله سكني. ممكن تكون تاني حاجه ممكن تكون في احتياج ان انت يكون عندك مزرعه كبيره تقدر ان انت تزرع فيها محاصيل وتقدر تقيم عليها مشاريع. بنصح عندك وجه بحري في وادي النطرون، مشروع مؤهل ان انت تمتلك فيه مساحه وتنفذ فيه اكتر من مشروع زراعي. تمام. طبعا معاك الخدمات كلها لو انت من محبين وجه بحري. لو من محبين وجه قبلي فعندك بدايه من بني سويف، الاقصر، المنيا. المشاريع دي بتحقق لك المطلوب، لان من ميزتها ان اسعارها بتكون مناسبه جدا، فبتقدر تاخد مساحه كبيره وتبدا ان شاء الله مشروعك الزراعي. ثالث حاجه شريحه كبيره جدا دلوقتي بقى في احتياج لعوائد شهريه او ارباح شهريه. يا سلام، يعني انا النهارده عايز يكون لي مصدر دخل تاني. مظبوط كده تمام. يعني دي بتوفر لي ان انا يكون عندي، انا راجل موظف، فالنهارده انا عايز استثمار ليا تاني يدخل لي عائد كل شهر مثلا. ناس كتير وليكن بيبقى معاها راس مال، مهم. ايا كان راس المال ده ممكن يكون البادجت قليل او كتير، مهم. ولكن معاه راس مال لكن هو ما عندوش الخبره الكافيه ولا عنده الوقت ولا عنده الثقه في ان هو يشغله في مشروع ممكن يخسر. فبالتالي دلوقتي اهم المشاريع اللي احنا بنتكلم عليها كمشاريع زراعيه ومحاصيل نسبه الريسك فيها قليله جدا، فبالتالي ده بقى اضمن استثمار ممكن ان اي حد يدخل فيه، لان ده مشروع بيكون على ارض الواقع، ومشروع ما بيتاثرش بالتضخم، بالعكس ارباحه بتزيد، وفي نفس الوقت بعيدا عن اي مخاطر تعتبر تذكر. معايا سؤال جالي من الاستاذ احمد: ايه اللي خليني اشتري من شركتكم مش من شركه تانية؟ قبل ما تختار الشركه اللي انت تستثمر فيها، مهم. لو بتكلم بقى على شركتنا كزيدان جروب، احنا الحمد لله بقى لنا 16 سنه. في ال 16 سنه دول اكيد لينا تجارب، منها اللي فشلنا فيها، منها اللي حاولنا تاني، الحمد لله ادت لنجاح. تمام. فانت بتاخد في 16 سنه دول يعني عصاره خبرات احنا خبرات مرينا كبيرة فيها، طبعاً. مرينا بيها مم. لحد ما الحمد لله وصلنا دلوقتي لاكتر من 35 مشروع. النقطه الثانيه تنوع المشاريع، احنا الحمد لله عندنا تنوع في المشاريع في الوقت الحالي يناسب جميع الفئات، يناسب اللي حابب يمتلك ارض من اول متر لحد 1000 فدان، اللي حابب يدخل في زراعه موجوده بالفعل وشغاله بالفعل كمشروع ليه الحمد لله متاح، اللي حابب يستثمر في اراضي زراعيه زي ما بنقول موجود، استثمار زراعي سكني موجود. فتنوع المشاريع دي حاجه مهمه جدا. ان الشركه طبعا يكون عندها كميه الاصول دي بتدي طبعا ثقه الحمد لله، وتاريخ الشركه، وطبعا الاداره المحترفه. فالحمد لله يعني ربنا من علينا باداره محترفه جدا في شغلها، رؤيه واضحه من اول رئيس مجلس الاداره لكل العاملين بالشركه. مهم. ويمكن ده يشهد عليه كل او معظم العملاء الحمد لله اللي بيجوا لنا في فروعنا، سواء في الجيزه، في الشيخ زايد، فرع الحصري، فرع اسكندريه، فرع مدينه نصر طبعا. استاذ هشام، طبعا استاذ هشام اوعى مدير تنساه. الفرع. لا ده ما اوعى اقدرش، تنساه. انا كنت سايبه الاخر بس. حبيبي ربنا يسعدك. فرع الاقصر، طبعا. فرع الاسماعيليه. فالحمد لله طبعا دي كلها فروع فيها كفاءات بشريه على اعلى مستوى. الحمد لله بنحاول نوصل لنسبه رضا مع العميل توصل الحمد لله، يعني احنا بنحاول نوصل ل 100%. الحمد لله احنا زيرو مشاكل. الاستاذ عبد العاطي بيسالك: اضمن منين انكم مش مستريحين، وحافظ ازاي على فلوسي كمستثمر؟
يعني مستريحين يا استاذ هشام، احنا شقيانين اهو. موضوع المستريحين ده عامل هاجس وعامل مخاوف كتير جدا للناس، بس لو بالتأكيد. بصينا على الموضوع هتلاقي في عنصر مشترك دايما في الموضوع ده، وهو عنصر الطمع والكلام المعسول والارباح الخياليه. تمام. فدايما اي حد فكر ان هو يستثمر مع اي شركه استثمار زراعي، ففي بعض الخطوات اللازمه ان هو يقوم بيها. اول حاجه ان يبص على الجداره الائتمانيه للشركه. ايوه. الجداره الائتمانيه يعني اصول اللي تملكها الشركه، اصول فعلا حقيقيه موجوده على ارض الواقع، مم. ما تكونش كلام على ورق. لازم يكون في مشاريع حقيقيه تمام. موجوده. يعني انا مثلا دخلت في مشروع وليكن طماطم، زيتون، ايا كان ايه نوع المحصول اللي انا هشارك فيه، لازم اتاكد منه، اتاكد من ارض الواقع، لازم اشوف مشروعي بعناية زي ما بنقول، لازم اتاكد من اوراق القانونيه بشكل كبير جدا على قد ما اقدر، اضمن حقوقي كلها في العقد. الاهم من كل ده هي الشركه وسمعتها وحجم عملائها. والحمد لله يعني احنا كشركه بقى لنا 16 سنه، عندنا اكتر من 15 فرع، عندنا اكتر من 35 مشروع. فالحمد لله طبعا دي كلها حاجات مطمئنه، واللي اكد على كده طبعا ارض الواقع ان شاء الله. فانت حضرتك انت بتجاوب دلوقتي بتقول صح. لازم تكون شركه ليها جداره ائتمانيه في اصول، لازم تكون اوراقها القانونيه. فموضوع المستريح يا جماعه، انتوا البني ادم اللي ادى الفرصه للمستريح انه ينصب عليه صحيح. هو طمعه. صحيح طبعا يا استاذ هشام. ودايما يعني موضوع المسرحين ده بتلاقي زي ما قلنا كلام، ولكن ليس له صله بارض الواقع. دايما الواقع يحكم زي ما بنقول. ازاي اقدر اشارك في مشاريعكم؟ سهل جدا، تقدر تتواصل معانا. عندنا ارقام تليفوناتنا، عندنا مقراتنا، احنا بنكلمكم طبعا او موجودين النهارده في فرع الشيخ زايد. بتتواصل معانا هاتفيا، بتحدد ميعاد مع مستشار المبيعات اللي بيكلمك وبيشرح لك التفاصيل باستفاضه. تمام. بتحددوا ميتنج مع بعض في مقر الشركه، بتطلع اكتر على الشركه وكيانها، وبتشوف الموظفين وبتشوف العنصر البشري اللي مهم جدا في الشركات. تمام. بتطلع على اوراق الشركه، اوراق المشروع قبل اي شيء، ومن ثم بتعمل معاينه لمشروعك على ارض الواقع. يعني كمان اقدر اروح معاينه على ارض الواقع واشوف المشاريع؟ طبعا لكل مشاريعنا، سواء كانت مشاريع قريبه او حتى لو في محافظات تانية، مهم. بنطلع رحلات معاينات استنى بقى. مجانيه. انا عايز بقى اعرف الرحلات اللي انتوا بتطلعوها. تقريبا انتوا بتطلعوا رحلات للاقصر اعتقد. مظبوط. النهارده انا باخد العميل بقول له روح اتفرج. طب لا احكي لي الموضوع دوت يا استاذ محمد. الموضوع بدأ من أول ما اشتغلنا تمام. في مشروع زراعة وتجفيف الطماطم بالأقصر. تمام. فلقينا طبعا في البداية أنت عارف بيبقى دايما في مخاوف. ايوه. فكان من ضمن المخاوف دي بالنسبة للناس إن الموقع بعيد أو إن المشروع بعيد. طب أنا أقدر أباشر موضوعي إزاي وأنا هنا من القاهرة أشوفه إزاي في الأقصر؟ خلي بالك انت كده بتتسبب في حاجه. أيوة. ان كل مستثمر يقول لك انا ماليش دعوه، انا عايز اروح الاقصر. يلا بينا. وبالاخص انتوا بتختاروا تاريخ حلو جدا، يعني التاريخ الشتوي، وانه يروح ويتجول وبتعملوا رحله. انا عايزك تحكي لي الموضوع بالظبط يا استاذ محمد. والله بص يا استاذ هشام، احنا مدرسنا الموضوع اولا على ارض الواقع طبعا، تمام. وزراعه ودراسه جدوى حقيقيه، وجربنا الاول ان احنا زرعنا والحمد لله الموضوع كان مربح جدا. ومن ثم لما قررنا ان احنا نشارك عملائنا في النجاح ده، فكنا لازم نوفر لهم سبل الاطمئنان على فلوسهم. وكانت اول حاجه احنا عملناها، وما اعتقدش ان في اي شركه تانية عملت كده، اه طبعا. ان احنا وفرنا لهم زياره مجانيه للاقصر، يعني من القاهره للاقصر، شامله الاقامه كامله لمده 3 ايام. تمام. اول يوم في الزياره بيكون طبعا يعني اجتماع كده ما بين عملائنا وما بين اعضاء الاداره في الاقصر في مكتبنا او في مقرنا هناك. تمام. تاني يوم بيكون في رحله استكشافيه لارض الواقع بقى. جميل. يعني بناخدهم جوله لمزارعنا هناك، وكل عميل بيشوف الفلوس دي بتروح فين، بيشوف ممتاز. الزراعه بعينه. تمام. بيشوف سنه ورا سنه، لان احنا دلوقتي بقى لنا حوالي اكتر من 7 سنين. كل سنه بنطلع الرحلات دي طبعا في شهر واحد، لان الجو طبعا بيكون كويس جدا هناك. طبعا. بالظبط. العملاء الحمد لله سنه ورا سنه متابعيننا وشايفين حجم الزراعات الحمد لله اللي بيزيد بشكل كبير هناك. وفي نفس الوقت بتبقى برضه ثالث يوم بقى بتبقى رحله بناخدهم جوله في الاقصر. والله عايز اقول لك ان فعلا في عملاء بقت تنتظر الرحله دي كل سنه علشان تغير جو، علشان تروح مجانيه يا الاقصر. استاذ محمد. صحيح. مش مجانيه. فبيستمتعوا طبعا بالاقصر. لا هي اليوم حاجه جميله التالت. جدا صراحه. وبنزور معالم الاقصر الجميله، لان الله. الاقصر بلد جميله جدا طبعاً. جدا وسياحيه من طبعاً. الدرجه الاولى وزراعيه. فده تالت يوم بقى بيبقى يوم كده جوله سياحيه في الاقصر. والله دي حاجه. فده النظام اللي احنا عاملينه عشان نطمن عملائنا. تمام. وفي نقطه مهمه جدا برضو احنا بنعملها كل يوم، في بث مباشر من ارض الواقع. فالعميل حتى اللي مش قادر يسافر بيقدر ان هو يتابع المشروع هنا ده في يوم حاجه بيوم. كويسه جدا، ودي نجاح كنت طبعاً. عايز اكلمك فيها، ان انتوا فعلا بسم الله ما شاء الله الشركه وده سبب أسباب نجاح المشروع على بالظبط. في سؤال جميل جدا من الاستاذ عبد العاطي عبد الحكيم.
ايوه. بيقول لك ليه الفلاح مش بيلبس كاب؟ هبقى اساله حاضر. يعني جميل حبيبي. جدا. في سؤال تاني جالنا من الاستاذ حافظ، بيقول لك عاوز اشتري ارض زراعيه واستثمار سكني في نفس الوقت، اشتري فين؟ في اماكن كتير، ولكن اميزهم في الوقت الحالي لاكتر من سبب هو طريق مصر اسكندريه الصحراوي، جميل. لان هو بيجمع ما بين الواقع الزراعي مع المستقبل السكني. تمام. وده يعني على مدار السنين اللي فاتت، احنا دلوقتي قاعدين في الشيخ زايد. المنطقه اللي قصاد الشيخ زايد كانت في يوم من الايام زراعه، دلوقتي بقت الشيخ زايد الجديده. المنطقه اللي بعدها كانت زراعه، دلوقتي بقت مدينه سفنكس الجديده. الحزام الاخضر لمدينه سفنكس موجود حاليا، اللي هو في المستقبل ان شاء الله برضو داخل هيئه مجتمعات عمرانيه، لان مصر اسكندريه الصحراوي احنا بنقول عليه محور الامتداد العمراني، في الوقت الحالي زراعي ومستقبل سكني فاخر. هي دي الفرصه، هي دي الفرصه. هي دي الفرصه هي دي فعلا. الفرصه. انا عايز اعرف ايه احدث مشاريعكم؟ والله عندنا اكتر من مشروع في الوقت الحالي مميزين جدا. من ضمنهم مشروع بيت العز اللي تمام. يعتبر مشروع من مشاريعنا الجديده مم. والمختلفه، واللي لاول مره هتقدر تمتلك ارض زراعيه في مكان ممتاز. مميز جدا على طريق مصر اسكندريه الصحراوي احنا اتكلمنا عليه، جميل جدا. بدون مقدم وبالتقسيط على 10 سنين. بدون مقدم. بدون مقدم، اول ارض بدون مقدم وبالتقسيط على 10 سنين. اها. فيها كل خيرات ربنا، فيها شجر فواكه، بسلمك نخيل برحي. ومش كده وبس، انا بسلمك النخيل البرحي او بزرعه لك وبتعاقد على انتاجه، فانت في دخل كمان. في دخل كمان حوالي 150 الف جنيه في السنه تمام. من تعاقد النخيل، لان احنا بسلمك 35 نخله برحي. مهم. فدول قيمه كبيره او كنز زي ما طبعا بنقول في النخل ارضك. البرحي معروف طبعا قيمته ما شاء الله كاستثمار، حاجه كويسه جدا يعني. طبعا ومحصول مستدام، وفي نفس الوقت في جو طبيعي رائع جدا في وسط المزارع، يعني مش منطقة لسه استصلاح، دي كلها مزارع فواكه. بالإضافة طبعا مميزات كتيرة مش عايز أتكلم عليها دلوقتي. طبعا اهم حاجه ضمانات بقى الحاجات دي. لا، مشاريعنا كلها مسجلة شهر عقاري، تمام. بعودنا من تمام. وزارة الزراعة. ممتاز فأنت جدا. بتشتري أرض بتقدر تسجلها، بتقدر إن أنت تاخد إجراءاتك القانونية عليها بدون أي مشكلة إن شاء الله. ده سؤالي انا، ايه هي المحافظ الاستثماريه للشركه؟ من وجهة نظري بقى ده أكتر مشروع حقيقي مربح، لأن فكرة المحافظ الاستثمارية هنا احنا بنتكلم على عملية دمج ما بين تملك الأصول. ايوه. الأصول هنا طبعا أصول زراعية، أراضي زراعية. تمام. فأنت بتيجي هنا تختار مشروعك الزراعي المناسب ليك في المشاريع اللي احنا ذكرناها، وبتدمج معاها المشاركة في المحاصيل، يعني مشاركة في المشاريع الزراعية. ممتاز. فمن هنا انا بحقق اعلى عائد على استثماري. بيكون معايا ارض، الارض دي انا بتعاقد عليها بالتقسيط، تمام، ومن نظير مشاركتي انا بحقق عوائد. بالظبط. فبالتالي كفكره بسيطه جدا، مم. ان انا من العوائد دي بسدد ثمن الارض بالكامل، وبيرجع لي راس جميل مالي جدا. في فتره من 2 ل3 سنين، ومعايا ارضي قيمتها بتزيد. فانا هنا بحقق مكسب في السنه مش اقل من 100% على استثماري بدون مبالغه، تمام. لان انا عندي قيمه ارض هنا بتزيد وبتسدد كمان من اقساطها. وعلى الناحيه الثانيه قيمه راس مالي ما انخفضتش، بالعكس هي بتطلع لي ارباح، وان انا محافظ عليها وبستردها كمان اخر الفتره في خلال 2 أو 3. تمام. فدي فكره المحافظ الاستثماريه، فهي متنوعه. فدي احنا بنقعد مع العميل، طبعا بيشرفنا، بنشوف البادجت، بنشوف احتياجاته اولوياته، وبنعمل له زي ميكس او دمج ما بين الحاجتين دول، اللي هو تملك الاصول او زي ما بنقول كده مشاركه في المحصول. فدي بتحقق اعلى عوائد في الفتره الحاليه، واللي بنصح بيها دايما عملائنا. وفكره ممتازه جدا طبعا في المجال الزراعي، وعملت طفره كبيره جدا الفتره اللي فاتت. انا على فكره سعيد جدا بلقائك، انا اسعد استاذ جدا هشام، نورتني جدا النهارده بلقائك، جدا. وفعلا يعني على الزراعيه يا رب قابل حبيبي. وانا قابلت حبيبي النهارده. حبيبي يا بجد وزير. حوار جميل جدا. والنهارده بقى انا هعمل معاك حاجه حلوه، انا هلعب معاك لعبه الكارت، لان طبعا انا دلوقتي من خلال الاستاذ محمد والقيمه الجميله والشرح الجميل اللي شفته منك الله يعزك. والثقه الجميله وحبك للشركه، وانك بتتكلم بثقل، فدي حاجه فرحتني واكيد فرحت الساده المشاهدين كلهم. طبعا هلعب معاك لعبه الكارت. دلوقتي هنمسك مجموعه من الزملاء في الشركه. في الشركه هنا اه اه انا اخدت هنقول 5 كروت، تمام. 5 كروت دولت ليه شخصيات موجوده في الشركه، حابب انك تكلمني عن كل شخصيه، وهتسحب كارت كارت
في موجز كده تكلمهم. نبدا اللعبه. نبدا اللعبه. نبدا اللعبه. استاذ احمد عبد الرازق. جميل. استاذ احمد رازق من اعز واقدم الناس في الشركه، ومديرنا، مدير خدمه العملاء، حقيقي. وكلنا بنتعلم منه. انا شخصيا من اول يوم في الشركه اتعلمت منه، وما زلت اتعلم منه الكتير كتير كتير كتير. واحب اشكره على كل اللي قدمه، سواء ليا او لكل فريق العمل في الشركه بلا استثناء. وانا عايز اوجه له كلمه. خاله الجميل، الرجل فعلا المتعاون، الرجل الجميل. طبعا انا بسميه ده الحصان الذهبي. صحيح، ما يختلفش عليه اتنين. اكيد. نسحب الكارت الثاني. يلا بينا. اللعبه طلعت جميله اهو. جدا. لا ده لسه. مين؟ سياده المستشار اه الاستاذ احمد حميد. يلا. طبعا مستشارنا مستشارنا الغالي، صمام الامان في الشركه. تمام. الاستاذ احمد حميد حقيقي. رجل الامانه، لان دايما كمستشار قانوني او رجال المحاماه دول ناس بيحملوا الامانه بين ايديهم، فرجل اهل للثقه وصمام الامان في الشركه، وربنا يديله طبعا الصحه، ودايما معذبينه بقى في العقود وبشكره جدا جدا جدا. طبعا ما فيش اي كلام اقوله بصراحه يوفي حقه. ربنا يخليك. نسحب الكارت الثالث. القائد. الكارت الذهبي. قائد الكارت مهندس عادل زيدان. الذهبي. قائد السفينه طبعا. طبعا. وصاحب البصيره وصاحب العزم، واللي بنستمد منه طاقتنا، والذي لا يكل ولا يمل من السعي والاجتهاد والمثابره. هو يعني الجايد بتاعنا والقائد، قائد السفينه. حقيقي. ربنا يبارك ربنا له يا رب. يعينه يا رب. ويقدره على المسؤوليه الكبيره اللي هو شايلها، ويقدرنا ونكون عون ليه ولشركتنا، وان شاء الله دايما في تقدم ونجاح للشركه وللمهندس عادل، وتحياتي ليه طبعا. انا طبعا معلش يا استاذ محمد، انا طبعا حابب لازم كلمه لازم تقول شكر. كلمه. انا بقول الاخ والصديق ورائد التنميه بجد، ربنا يحميك ويحفظك. انت عملت حاجه كبيره جدا لمصر، وان طبعا. شاء الله احنا في ظهرك. ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا رب يا استاذ عادل. يا رب. نيجي للكارت رقم 4. 4. انا سحبت كارتين. قولهم بقى الاتنين بقى. المهندس اكرم حموده. طبعا اكيد مع حد تاني. حبيبي طبعا، ده السكره بتاعتنا. ده دينامو الشركه. طبعا رجل طبعا المواقع الاول. طبعا طبعا. ربنا يديله الصحه، دايما موجود في كل المواقع، مجهود عظيم ومجهود كبير جدا بيبذله الراجل ده، فليه مني كل التحيه طبعا والتقدير، ودايما متواجد في المواقع، ودايما بنتعلم منك هندسه. الحقيقه الثاني مدام رندا، نائب رئيس مجلس الاداره. تمام. احنا دايما بنطلق عليها المرأة الحديدية. حقيقي. بجد تتحمل ما لا يتحمله بشر. مسؤولية كبيرة عليها، وربنا يكون عونها وهي قد المسؤولية، ودايما بتدعمنا جميعا، وربنا يقدرك على المسؤولية الكبيرة دي. انا بقول لها برضو رسالة حلوة. انت قائد عظيم، وربنا وفقك ويعينك على المسؤولية الكبيرة، وانت قدها فعلا فعلا. انا بسميكي بالمرأة الحديدية. ربنا يحميكي ويحفظك يا مدام رندا. واخيرا تنصح بايه لكل اللي ما استثمرش في المجال الزراعي؟ والله انا هنا استشهد بمقولة دايما المهندس عادل بيقولها: اللي تخاف منه لما تقرب منه ما تلاقيش احسن منه. الله ينور عليك حبيبي يا محمد. حبيبي. انا طبعا بشكرك جدا على اللقاء الجميل ده، وطبعا في نهاية حلقتنا، ودي مش نهاية بل البداية ان شاء الله في الجزء الثاني للزراعي.